السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة إن شاء الله هتكون أول سيشن معانا عن مجال الويب كامل، وازاي ندمجه مع اليو اي يو اكس، والخطوات اللي هتبقى في المستقبل إن شاء الله في 2026 2027 والسنوات القادمة. ازاي ال AI هيأثر على كلا الجانبين، سواء البرمجة أو سواء اليو اي، وازاي تدمج الاتنين إن شاء الله عشان تطلع بأفضل حاجة ممكن. زي ما بنقول كده، انت مش محتاج تكون تمشي في مجال واحد بشكل متعمق جدا جدا جدا، لان ال AI هيبقى عارف حاجة زي دي، هيعرف يهندل حاجة زي كده، الديتيلز اللي في النص دي. لكن انت محتاج تكون ملم بأكتر من مجال، عارف تهندل ما بينهم. فكرة ان انت تكون فرونت اند بس لا، او باك اند بس لا، او يو اي بس لا. لازم تبقى انت عارف اكتر من مجال، وتليد ال AI ان هو يطلع لك نتيجة معينة. لو انت شغال بفكرة البيزنس مايند، او انت مجرد عندك فكرة فهتكتبها كبرومبت للاي اي ويطلع لك نتيجة، ده للأسف هيكون أسوأ قرار ممكن. يعني احنا في 2024 2025 تقريبا أكتر من 80% من الأكواد اللي مكتوبة في البرمجة هي مكتوبة من خلال الاي اي، بس من بيزنس برسبكتيف، من وجهة نظر ناس مش ما عندهمش خبرة في البرمجة، ما عندهمش خبرة في السوفت وير انجينيرنج. فايه اللي بيحصل نتيجة ده؟ اللي بيحصل ان الكود بيطلع سيء، او بيبقى احنا بنسميه سباكيتي كود، او كود غير مهندل، او كود مش مظبوط. نتيجة او الحاجة اللي احنا بنحتاجها سواء كمجهود او وقت عشان نخلي الكود ده كلين، اكبر بكتير جدا من اللي احنا لو كنا بديناه من الاول بشكل صحيح. بس تعالى قبل ما نروح لجزئية ال AI والمجالات وازاي ندمج ما بينها، تعالى نرجع خطوة لورا كده. الخطوة دي هترجعنا تقريبا 25 سنة أو 20 سنة لورا، نعرف المجال بتاع الويب بدأ إزاي، وإزاي إحنا وصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي. تعالى نتكلم من بداية الألفينات لحد 2008. كنا إحنا الفترة دي يا شباب كنا بنشتغل في حاجة تعتبر بالبيور لانجوجز، أو باللغات البيور. ما كانش فيه فكرة اللايبراريز أو الفريم وركس أو الحاجات المتعارف عليها في الوقت الحالي. وكنا بنشتغل بحاجات يعتبر ستاندرد. اي حد عايز يدخل مجال البرمجه فرونت اند، انت عارف ان انت هتدرس HTML CSS جافا سكريبت. يوم ما هتكون متعمق قوي هتدرس جي كويري. الحوار مثلا هتدرس باك اند، هتروح للبي اتش بي والماي اس كيو ال. الحوار ما كانش بالانفتاحيه اللي احنا فيها دلوقتي. كميه لايبرز كتيره، كل مجال فيه اكتر من فريم ورك واكتر من لايبرري، فكان الحوار ابسط من دلوقتي بكتير. أي نعم كان ليه أخطاء كتيرة، وكان فيه مشاكل كتيرة، وكان فيه حاجات كتيرة عالجناها في المستقبل. بس تعالى نفهم البداية كانت عاملة ازاي. ده الوضع كان موجود من 2000 لحد 2008 2009. كان فكرة إن أنت عايز تدخل المجال غالبا بتاع الويب، بتتعلم لغتين: لغة الجافا سكريبت عشان الفرونت إند، ولغة البي اتش بي عشان الباك إند. مبدئيا كده يا شباب، حد فيكم ما يعرفش يعني ايه فرونت اند او باك اند؟ ممكن نتطرق ليها بشكل مبسط كده ونشرحها سوا مع بعض، ولا كله فاهم يعني فرونت وباك؟ في زرار يا شباب بتاع اللي هو اللايك، اللي هو الرياكت لايك ده، دوس عليه لو كله تمام. تمام جدا. ماشي، نروح لجزئية بعدها اللي هو النود جي اس. في حد فيك يا شباب يعرف يعني ايه النود جي اس؟ انا عايز المحاضرة دي تكون تفاعلية. لو كان الحوار على تسجيل كان ممكن اسجل لكم المحاضرة وابعتها لكم، بس انا عايزكم تتفاعلوا معايا. لو حد عنده اسئلة وكده انا هدي مساحة للاسئلة، بس في الوقت اللي زي ده او في اوقات تانية خلال المحاضرة انا هبتدي اسألكم. فأي حد يعرف يعني ايه نود جي اس، أو تعامل معاها، أو لو ما تعاملش سمع عنها قبل كده. اللي يعرف يفتح المايك ويتكلم معايا. عندنا كتير جدا ما شاء الله. اتفضل. اتفضلي يا مها. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. هي النود جي اس هي المفروض ان هي زي environment، بتخلي يعني المبرمج ان هو يستخدمها من غير ما يحتاج ان هو يستخدم براوزر. يعني هو بيرن اي كود على النود جي اس على طول من غير ما يحتاج ان هو ما يستخدم يعني البراوزر او كده. شاطرة وممتاز جدا ما شاء الله عليك يا مها.
زي ما زميلتكم قالت، هو النود جي اس هو بحد ذاته هو مش لغة برمجة. أمال هو إيه؟ وإيه فايدته أصلا؟ النود جي اس يا شباب هو ران تايم انفايرومنت. لا وضح لي أكتر، يعني إيه ران تايم انفايرومنت؟ يعني بيئة تشغيل. طب بيئة تشغيل لإيه؟ للكود بتاع الجافا سكريبت. طب الجافا سكريبت دي إيه؟ هي لغة برمجة. ماشي. يبقى النود جي اس هو بيخليك تشغل الجافا سكريبت everywhere في أي مكان. يعني إيه في أي مكان؟ هي كانت شغالة فين أصلا في الأول؟ كانت شغالة في الجزء بتاع البراوزر. البراوزر اللي هو إيه؟ اللي هو متصفح بتاع جوجل كروم، متصفح إيدج، متصفح إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، الحاجات اللي زي دي. الجافا سكريبت شغالة في الجزئية دي بس. النود جي اس جت خلت الجافا سكريبت تشتغل في السيرفر. تقدر تتعامل وتبني سيرفر وتشغل الكود بتاعك عليه. تقدر تتعامل مع التيرمينال بشكل مباشر. ده ما كانش موجود قبل النود جي اس مع الجافا سكريبت. طب انا ليه اصلا ابني ران تايم انفايرمنت وابتدي اكتب عليها كود جافا سكريبت؟ طب ما انا عندي البي اتش بي. عندك اكتر من ميزه. ايه هي؟ كيرف التعليم. انت لما تبقى عارف جافا سكريبت هتتعلم السنتكس بتاع النود جي اس، هتعرف تتعامل مع الباك اند من خلال النود جي اس. غير اللي انت بتتعامل مع اللو ليفل هاردوير، انت بتتعامل مع الهاردوير بشكل مباشر كمان. ففكرة ان انت تكون مبرمج او فاهم هاردوير بشكل كبير، النود جي اس دخلتك للمدخل ده. خلتك تعرف تتحكم في السيرفر، تعرف تتحكم في الريسورسز اللي موجودة عندك. الريسورسز اللي هي ايه؟ رامات، ستورج، بروسيسنج يونت. الحاجات اللي زي دي الباور اللي موجود فيها انت بتقدر تتحكم فيه من خلال النود جي اس. قبل كده ما كانش موجود في الجافا سكريبت. فهي سهلت لك فكره التعلم. ان انت لو عايز تكون فول ستاك، يعني فاهم فرونت اند وفاهم باك اند، تقدر تدخل الحوار ده بسرعه من خلال النود جي اس. لان انت بتتعامل مع لغه برمجه واحده بس اللي هي الجافا سكريبت. ممتاز جدا. طب فادتني في ايه كمان النود جي اس؟ اتبنى عليها حاجات كتيره. طب يا ترى ايه الحاجات اللي اتبنى عليها؟ كلنا يا شباب عارفين فيسبوك. ماشي. فيسبوك قبل كده كان شغال بالبيور برضه، HTML CSS جافا سكريبت PHP، الحاجات اللي زي دي. في مرحلة عدت في فيسبوك نقلت تجربة الفيسبوك مرحلة كبيرة جدا أو نقلة كبيرة جدا. إيه هي؟ حاجة اسمها رياكت. تعرفي يا مها يعني إيه رياكت؟ أو أي حد معانا في الميت؟ يا باشمهندس، رياكت هي فريم ورك بنستخدمها زيها زي انجلر او كده، بنستخدمها عشان نعمل سنجل بيج ابليكيشن. ممتاز. احنا عندنا الرياكت هي مكتبة احنا بنستخدمها عشان نبني اليو اي، اليوزر انترفيس. اهو ابتدينا نتعامل مع الديزاينز، مع الاجزاء بتاعت الفرونت اند، الجزء الخاص بالالوان، بالاشكال، بالاليمنتس، باللاي اوتس اللي انت بتعملها عشان تطلع شكل معين ناتج عن طريقة كتابتك للكود أو كتابتك للكود. فأنت بتطلع ديزاين معين. الديزاين ده لو أنت عايز تطلعه ككود مكتوب على الويب، بتكتبه من خلال لغة برمجة معينة. لغة البرمجة إيه هي؟ مع جافا سكريبت. إيه الطريقة اللي أنا كتبت بيها؟ الرياكت. يعني كده الرياكت يا مها يعتبر لغة برمجة؟ لا مش لغة برمجة، هي مكتبة. لا فهمني أكتر، يعني إيه يعني إيه مكتبة؟ وعندنا حاجتين، في حاجة اسمها فريم ورك وحاجة اسمها لايبراري. هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، بس عايز اي حد منكم يقول لي كده ولو تفصيل بسيط جدا عن يعني ايه لايبراري وفريم ورك والفرق ما بينهم. هنفهم دلوقتي الرياكت كلها. تمام. اتفضلي. هي الفريم ورك دي يعني هي يعني حاجة شاملة تماما، جواها كل اللايبريز، ان انا مش بحتاج اجيب حاجة من بره. لكن اللايبراري دي بتبقى مثلا زيها زي يعني الفريم ورك زي انجلر. لكن الرياكت دي لايبراري، بضطر مثلا لو احتجت الراوتنج فيها بضطر انزل مثلا باكج اللي هي تخص الراوتنج دوم، وهكذا. يعني يعني بضطر ان انا اجيب لها حاجات تانية external عشان اقدر استخدم الرياكت دي مثلا. ما شاء الله عليك. اللايبراري ممكن تبقى فيها different component ممكن نستخدمها لو محتاج نعمل حاجة في الويب ابلكيشن بتاعنا. ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز يا مهد، كلامك كله مظبوط. فاحنا عندنا الرياكت، وانا دلوقتي هقول لكم مثال هيبسط لكم الدنيا اكتر. الرياكت هي مكتبة. بس قبل ما نفهم يعني ايه مكتبة، تعال نفهم يعني ايه رياكت اصلا.
بص يا شباب، أسامة دلوقتي بيكتب الكود بطريقة معينة، مها بتكتبها بطريقة معينة، عبد الرحمن ليه طريقة معينة في كتابة الكود. كل واحد مننا عنده ستاندرد معينة في كتابة الكود، كل واحد مختلف عن التاني. أي نعم بنكتب نفس لغة البرمجة ونفس الكود، لكن الاستراكشر أو الستاندرد اللي احنا بنكتب بيها مختلفة. مها بتكتب الفانكشن بالطريقة دي، أسامة بيعرف الفاريبلز بطريقة معينة، عبد الرحمن بيعرفها بطريقة تانية. كل واحد عنده طريقة في كتابة الكود. الانفراستراكشر أو البنية التحتية بتاعة الكود أو الواحدة بتاعة الكود، التنظيم بتاع الكود لكل واحد فينا مختلف. طب إزاي نوحد حاجة زي دي؟ والله فيسبوك جت في 2012 وقالت بصوا احنا ما ينفعش كل واحد يبقى عنده طريقة معينة أو ستاندرد لوحده في كتابة الكود. طب هنعمل ايه يا فيسبوك؟ والله هنعمل ستاندرد واحدة، دي هنقدر من خلالها نوحد طريقة كتابة الكود. بس تعالى كده نفهم رياكت، طالما هي الطريقة بتاعة توحيد الكود أو طريقة توحيد الانفراستراكشر أو الوحدة أو ال الأساس بتاع الموقع بتاعك، إزاي كان بيتنظم. واحدة واحدة كده وتعالى نبدأ مع بعض. ده ولنفترض دخلت على موقع فيسبوك مثلا، تعالوا كده فيسبوك هوم بيج، وندخل نشوف التقسيمة بتاعة الفيسبوك عامل ازاي عشان نفهم يعني ايه رياكت اصلا. بص يا شباب، عندي حاجة زي كده، شايفين الصفحة معانا عاملة ازاي؟ حاجة زي كده. الصفحة دي فيها ايه؟ فيها نيوز فيد، فيها الجزء بتاع الستوريز، فيها الجزء بتاع النوتيفيكيشن، فيها الجزء بتاع الجروبس. وتعالوا كده ندخل اكتر على حاجة تكون ويب اكتر عشان تكون واضحة بشكل كبير وبشكل افضل. تعالوا كده مع بعض حاجة زي دي كده. أنا عندي ايه هنا يا مها؟ عندي في الجزء ده والله عندي اكتر من كومبوننت. لا واحدة واحدة كده، يعني ايه كومبوننت؟ يعني مكون. يعني ايه مكون؟ عارفين لعبة البازل اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين، اللي هو نجيب كذا جزء مع بعض ونركبهم في بعض ونخلي الجزء ده يطلع بشيب معين او بشكل معين. طب ايه علاقته ده بالرياكت؟ احنا عندنا قبل الرياكت كنا بنكتب الكود بتاعنا كله في صفحة واحدة. يعني ايه صفحة واحدة؟ كلنا عارفين يعني ايه HTML، هايبر تكست ماركب لانجوج. تمام. ال HTML ده كان بيتكتب في بيج واحدة وبيطلع لنا الصفحة بتاعت الفيسبوك. ايه المشكلة يا باشمهندس في حاجة زي دي؟ لا مشكلة. ازاي؟ انا لو عندي نوتيفيكيشن معينة جات لي هنا هيخلي الصفحة كلها يتعمل لها ري ريندر. يعني ايه ري ريندر اصلا؟ يعني الصفحة يتعمل لها ريلود، تبتدي تتبني من اول وجديد. طب ايه المشكلة في كده؟ لا مشكلة. مها دلوقتي عندها شركة وعندها ميزانية معينة مخصصاها للسيرفر، مثلا ولنفترض 1 جيجا رام، 1 بروسيسنج يونت. ده القدرة اللي هي موفراها. انا لو دخلت عدد اشخاص كبير جدا للبيج بتاعتي او الويب سايت بتاعي وابتدى يتعمل ري ريندر بشكل متكرر في حاجات انا مش محتاجها، هيسحب القدرة المحاسبية او البروسيسنج باور اللي مها اشتريتها بشكل كبير ويخلي الموقع وقع او يخلي الموقع بطيء جدا جدا جدا. يعني كده قصدك ان هو بيقلل البرفورمانس؟ مظبوط، هو بيقلل لك البرفورمانس بشكل كبير. فلو احنا مش بنستعمل فكرة الكومبوننت هيقلل لنا البرفورمانس. طب يعني ايه كومبوننت؟ شايفين الجزء بتاع الناف بار اللي موجود فوق؟ دي جزء السيرش مع الجزء بتاع اللوجو بتاع فيسبوك مع الجزء بتاع الفيديوز مع الجزء بتاع الماركت بليس، الجروبس، الالعاب، الاسم بتاع الشخص، الرسائل، النوتيفيكيشن. ده كله على بعضه اسمه كومبوننت. جينا على الجزء التاني بتاع النيوز فيد او الجزء بتاع الستوريز، جينا بعد كده على الجزء بتاع النيوز فيد، جينا على الجزء هنا بتاع السايد بار. كل واحد منهم هو جزء من البازل، انا ببنيه في فايل لوحده وبسميه ايه يا مها؟ كومبوننت. بسميه ايه؟ افتح المايك. كومبوننت. كومبوننت معاك. مكون، اللي هو جزء من الموقع بتاعي بكون من خلاله البازل دي، الشكل النهائي بتاعي. طب دي حاجة كويسة طبعا. ليه حاجة كويسة؟ لأن هو كل كومبوننت منهم مستقل بذاته، independent
ملوش علاقة بالتاني. ازاي؟ يعني لو جه المها، لو دي الصفحة بتاعت مها وجالها نوتيفيكيشن هنا كده، ده في الجزء بتاع نوتيفيكيشن، في الجزء يعني في الكومبوننت الخاص بنوتيفيكيشن. فلما يتعمل ري ريندر او يتعمل ري لود، هيتعمل للجزء بتاع نوتيفيكيشن بس، مش هيتعمل للصفحة كلها. ليه؟ لان الجزء بتاع الناف بار منفصل عن الجزء بتاع الستوريز، منفصل عن الجزء بتاع النيوز فيد، منفصل عن الجزء بتاع السايد بار. كل جزء منهم ليه استقلالية، ملهمش علاقة ببعض. كل الفكرة اللي هم متكونين مع بعض، جاهزين مع بعض، كومبوننت متركبة سوا مع بعض. ده اللي وصلنا او مبني على اساس حاجة اسمها فيرتشوال دوم. لا، يعني ايه فيرتشوال دوم؟ قبل ما نتكلم، حد عارف يعني ايه ريل دوم وفيرتشوال دوم؟ او تعالى نبسطها، حد عارف يعني ايه دوم اصلا؟ ماشي يا شباب. اتكلموا حتى لو جنرال، انا عايز بس يبقى في تفاعل مع بعض. اتفضل، اي حد عايز يتكلم يتفضل. دوكيومنت الدوكيومنت اوبجكت موديل اللي هو في الجافا سكريبت. قولها لنا كده بشكل مبسط، او فهمك يعني ايه فيرتشوال دوم. لا، مش الفيرتشوال دوم، مش عارف بالظبط. ماشي، قبل ما نفهم مين اللي بيكلمني طيب عشان نشكرك. شكرا اللي كان بيتكلم، بس انا ما خدتش بالي من الاسم والله. اتفضل، مين اللي رفع ايده؟ محمد، اتفضل يا محمد اتكلم. الفيرتشوال دوم هو نسخة مش حقيقية من الدوم. مكان كده بتخزن فيه رياكت، بتخزن فيه التغييرات اللي حصلت، وبتعمل مقارنة بحاجة اسمها الديفنج الجوريزم، وبتغير أو بتريرندر الأماكن اللي حصل فيها تغييرات بس. ما شاء الله عليك. ماشي يا محمد. مها، اتفضلي. أنا بس كنت عايزة أقول إن الدوم يعني هي بتعمل بتخلي كود ال HTML بتحوله، بدل ما هو كود بيتحول لتري اللي هو الشجرة. مظبوط. وبتفضل بقى تفرقهم، يعني إن كل مثلا كان في هنا باراجراف أو في div أو كده. والفيرتشوال دوم هي زي ما قال زميلي إن هي حاجة وهمية، يعني هي دوم وهمية وبيحصل فيها الريندر في الجزء اللي حصل فيه، في الجزء اللي حصل فيه تغيير بيحصل ري ريندر بس. ان شاء الله عليكي، مظبوط. وتعالى كده نبسطها سوا مع بعض بمثال عملي. انا دلوقتي عندي الجزء بتاع فيسبوك مثلا، ندخل على الصفحة الرئيسية، حتى مش الجزء بتاع النيوز فيد، لا، الجزء الخاص بالصفحة الأساسية بتاعت فيسبوك. تعالى كده نعمل كليك يمين وندوس على انسبكت. انسبكت هيطلع لنا حاجات كده، لو حد ما عندوش خبرة في البرمجة، اللهم إن كانت سحرا فأبطل. إيه كمية الحاجات المعقدة دي؟ الحاجات دي اسمها الدوم، الدوكيومنت، الجزء الخاص الناتج عن كل الريندرنج بتاع الجافا سكريبت كود، ال HTML كود، ال CSS كود. الدوكيومنت اللي انت شايفه، يعني ايه دوكيومنت؟ يعني الصفحة اللي انت شايفها، الجزء ده بتاع اللوجو هو موجود جوه دوكيومنت. الجزء بتاع الفورم ده موجود جوه الدوكيومنت. الجزء بتاع الالوان، كل حاجه اليوزر شايفها هي دوكيومنت. ده الجزء اللي انت شايفه، ده الريل دوم، ده الجزء الامامي او الفرونت اند اللي انت شايفه. ماشي. طب ايه بقى ايه الحاجه اللي طلعت واسمها فيرتشوال دوم وريل دوم؟ ريل دوم عرفناه، اللي هو الجزء اللي انت شايفه ووصل لك بشكل نهائي. الفيرتشوال بقى اللي انا بيكون عندي حاجه مثلا عايز ارندرها. ماشي. طب الحاجة اللي أنا عايز أرندرها دي، يعني إيه أرندرها؟ يعني مثلا عندي الجزء بتاع النوتيفيكيشن جالي هنا في الناف بار. لو أنا بتعامل مع الريل دوم فقط، اللي هو من غير رياكت ومن غير أي حاجة، HTML بيور تماما، هيبتدي يعمل ريلود للصفحة كلها. طب أنا في الرياكت قلنا اللي إحنا كل جزء من دول بعمله كمكون، ككومبوننت، كحاجة جانبية، وباخدهم مع بعض وأعملهم مع بعض كبازل. ماشي. لما يحصل تحديث في هذا الكومبوننت بيأثر في ري ريندرينج لهذا الكومبوننت فقط، ما بيأثرش على الباقي. والكومبوننت ده اللي هو الجزء من البازل ده بيتحاش ويتحط الجديد. يعني الجزء ده لو كان جالي نوتيفيكيشن فيه بقى رقم 1 أو رقم 2،
اللي هو الافكت او الانيميشن اللي بيحصل لما بيجي لي نوتيفيكيشن. ده الجزء بس اللي اتعمل له ري ريندر. اتعمل له ايه في الخلفيه؟ ان هو جري على حاجه اسمها تري او شجره. يعني ايه تري او شجره؟ انا عندي دلوقتي دي الصفحه بتاعت الفيسبوك، ونفترض ان ده كومبوننت وده كومبوننت وده كومبوننت وده كومبوننت وهكذا، كل دايره من دول كومبوننت. الجزء اللي موجود هنا حصل فيه ابديت، هل هيري ريندر لكل الكومبوننت الموجوده؟ لا، هيعمل ري ريندر فقط للجزء ده، هيعمل له باتش، هيعمل له تحديث، يعمل له ابديت هو بس، فهيبتدي يطلع هو بس ده اللي يتعمل له ريندر. فالبروسيسنج اللي هيحصل في الصفحه بتاعتي اقل بكتير لو انا كنت عملت ريفرش او عملت ري ريندر او اكسكيوت للكود كامل يا شباب. فانا قللت جدا الريسورسز اللي انا محتاجها وعليت البرفورمانس. كل ما بقلل الريسورسز كل ما بعلي البرفورمانس، كل ما التكلفه عليا او على مها او على عبد الرحمن او محمد كبزنس اونر قلت، وكبرفورمانس عليت، وكيوزر اكسبيرينس بقت افضل. فكل ده بيأثر في التاني يا شباب. في الكورس بتاعنا ده ان شاء الله او المنتورشيب بتاعتنا هنركز على فكره ازاي تحسن البرفورمانس باقل ريسورسز ممكنه، وازاي تقلل البرفورمانس. لان فكره كتابه الكود مش دي مهمتك دلوقتي، ما بقتش الحاجه الصعبه اللي مطلوبه دلوقتي في سوق العمل. امال ايه اللي مطلوب؟ كيفيه كتابه الكود، ذا بيست كود، افضل كود ممكن ينفع انت تكتبه. فده اللي احنا هنركز عليه. ازاي؟ هنفهم دلوقتي مع بعض. بس اللي فهمناه لحد اللحظه دي، احنا دلوقتي في 2012، مش في 2026، احنا في 2012 لما عملوا الرياكت اللي هي ايه؟ لايبراري فيها ستاندرد معينه لطريقه كتابه الكود بتخليني اتحكم في الدوم عن طريق الفيرتشوال دوم. قلل لي الريسورسز اللي انا محتاجها وعلل لي البرفورمانس. لما يحصل ابديت في جزء يسمع في الجزء ده فقط ويسمع في الصفحه، ما يأثرش على الباقي. خلى أسامة ومها ومحمد وعلي ومحمود وكلنا نتعامل بستاندرد واحدة، مبقاش فيه لخبطة. بقى الكوميونيكيشن والكونتريبيوشن معانا ومع بعض بقى أسهل بكتير. فنتيجة لكده الرياكت فادنا بشكل كبير، وهو open source library. يعني ايه open source library؟ يعني خلى التعامل مع الرياكت مش محتاج ان انت تدفع فلوس لشركة فيسبوك عشان تاخد الكود بتاع اللايبراري دي وتحطها عندك وتبرمج بيها. لا، هو مفتوح، هو اوبن سورس ومفتوح للجميع كمان، اللي هو يقدر يعدل في الكود ده، وممكن الحاجات دي تتقبل من فيسبوك وتنزل باسمك كمان. بس ده الاساس المبدئي اللي انت لازم تفهمه. يعني ايه رياكت؟ عايز حد منكم كده ما يكونش اتكلم يقول لي ايه هو الرياكت على الاساس اللي هو فهمه من شويه. تعريف بسيط جدا جدا جدا، مش مطلوب منك حاجه كتير، حاجه بسيطه بس جنرال كده. اتفضل يا محمد. اللي عايز يتكلم يتفضل عليه. يعني ايه رياكت يا شباب من خلال الشرح بتاعنا؟ محمد ناصر اتفضل. معلش عيد السؤال تاني، انا يعني ما سمعتش. ايه هو الرياكت؟ رياكت لو دخلت على الدوكيومنتيشن هتلاقيها library for building user interfaces. يعني عموما يعني الفرق بينها وبين جافا سكريبت ان هي بتقسم الموقع لكومبوننتس. ده احسن من ناحيه الدراي، ان انت لو عندك كومبوننت عايز تستخدمه اكتر من مره فبتعمل له امبورت وخلاص وتريح نفسك. مظبوط جدا، ما شاء الله يا محمد. مها عندك اي اضافه؟ يا باشمهندس، رياكت يعني هي library library ان احنا بنعمل فيها single page application، وان هي بتحسن من الاستخدام احسن من ان انا استخدم native vanilla مثلا جافا سكريبت او كده. مظبوط. وان هي بنستخدم فيها ستايل بقى الكومبوننتس، ان هي ممكن تبقى فيها shared components، ممكن اشير component مثلا على مستوى الاب كله، او اشير داتا معينة على مستوى الاب كله كده يعني. مظبوط جدا يا مها، اشكرك جدا، اشكرك يا محمد جدا. لو في اي حد عايز يضيف حاجه معينه يتفضل
عشان نكمل الجزء اللي بعدين ان شاء الله. تمام جدا يا شباب، ماشي. فهمنا يعني ايه رياكت. جينا بعدها بكام سنة كده اللي هو المجتمع يعني بتاع البرمجة قال لك والله الجافا سكريبت فيها مشاكل كتيرة. طب ايه يا رب المشاكل دي؟ لا، مشاكل لا تعد ولا تحصى، يمكن من اكترها ان مفيهاش او بي. يعني ايه او بي؟ اوبجكت اورينتد بروجرامنج. ايوه، انا هستفاد بايه بحاجة زي كده؟ اللي انت محتاجه في المحاضرة دي تعرف ان الاو بي انا محتاجه بشكل كبير جدا في البرمجة للباك اند. وانا من شوية قلت ان النود جي اس طلع وانا بقيت اقدر اتحكم في الباك اند وابني او اقدر ابتدي ابني سيرفر. ده الجزء اللي انا يهمني في الويب. النود جي اس تقدر تعمل اكتر من كده، بس الجزء الخاص بالويب يعني اللي انت تقدر تبني سيرفر وتشغل فيه كود الجافا سكريبت. فقد الجافا سكريبت لحاجات اساسيه للغات البرمجه كلها متعرف عليها زي البي اتش بي او السي او السي بلس بلس او السي شارب او حاجات زي كده، خلى التعامل مع الجافا سكريبت مكروه شويه من المبرمجين القدام شويه، او اللي هم ابتدوا طلعوا على اللو ليفل لانجوجز، او اللي فاهمين كمبيوتر ساينس بشكل كبير كارهين اللغه دي. ليه؟ لان هي زي ما تقول كده بتستهلك رام كتير او بتستهلك ريسورسز كتيره للي مش عارف يستخدمها بشكل كويس. بس تعالى ما نتعمقش في الاجزاء ديت، تعالى نتكلم في ايه اللي حصل بعد الرياكت. قلنا ده في الرياكت في 2012 2013. نط سنتين ثلاثه بعدها جينا في 2015 قالوا والله هنعمل تحديث كبير جدا 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 في جافا سكريبت. اللي عارف انا بتكلم عن ايه دلوقتي اكيد لقط انا عايز اقول ايه. ايه هو التحديث ده؟ سكيما سكريبت 6، التحديث السادس يا شباب للجافا سكريبت. التحديث السادس للجافا سكريبت هو نقلة نوعية، هو نقل برمجة الجافا سكريبت من مكانة لمكانة تانية خالص، من ليفل واطي أو لناس بتكرهها بشكل كبير لناس بتحبها بشكل كبير جدا. الكيرف بتاعها عالي جدا. ليه كل ده؟ لا، فيها مميزات كتير يمكن هنقول عن بعضها دلوقتي وهنكمل. يا مها، انت لما بتيجي تصحي مثلا من النوم وعايزه تعمل فطار، هل انت مثلا لو هتجهزي حاجه على النار بتستوي مثلا نفترض بيض او اي حاجه، هل انت بتستني البيض يستوي وبعد ما بيخلص مثلا بعد 5 دقايق او 10 دقايق بعد ما بتخلصيه تروحي تعملي الشاي تستني عليه 5 دقايق 10 دقايق وبعد كده تستني عليهم بعد ما يخلصوا تروح عامله السلطه في 10 دقايق ولا 5 دقايق فتعملي الفطار كله في نص ساعه، اللي هو كان ممكن لو حطيت البيض يستوي وقطعت السلطه في نفس الوقت وحطيت الشاي يستوي وعملت التلاتة مع بعض كلهم كانوا اتعملوا في 5 دقايق و 10 دقايق بالكتير. انت بتعملي انهي حاجه من الاتنين دول؟ طبعا كلهم مع بعض، بس انا من النوع اللي بشرب الشاي وكده بعد الاكل يعني. تمام، بس اللي هو في امكانيه ان انا مع بعض اكيد. في امكانيه بالظبط. ففي امكانيه ان انا اعمل الحاجات دي كلها مع بعض، انا مش هضيع وقت. مظبوط. الجافا سكريبت ما كانش فيها اكيد. حاجه زي كده يا ما، يعني فكره السايكرونايزيشن او المزامنه ما كانتش موجوده. فعملنا ايه؟ والله بصي، احنا قلنا ان الكود بتاع الجافا سكريبت هو كود تابعي. يعني مثلا انت يا عم الجافا سكريبت نفذت لي الكود ده وقريته، مش هينفذ الكود ده غير لما ينفذ اللي قبليه، ومش هينفذ ده غير لما ينفذ اللي قبليه. فهو وان لاين انستراكشنز، او هو بينفذ الكود بشكل 1 2 3 4، ما بيقدرش يدخل في اكتر من لاين. طب عشان نعمل حاجه زي دي في اكتر من طريقه، بس الشكل العام للفكره اللي انا بستخدم حاجه اسمها السايكرونايزيشن او مزامنه او غير مزامنه. بعمل ده ازاي؟ الجافا سكريبت طلعت بتحديث اللي هو سكيما سكريبت 6 ضاف لي حته السايكرونايزيشن المزامنه. مها هتبتدي تحط الاكل يبتدي يستوي في نفس الوقت، انا عارفه ان الوقت ده او الاكل ده هياخد 5 دقايق، فانا هدي وعده للطبق ان والله بعد 5 دقايق هرجع لك قبل ما انت تشيط، انا هكون عملت الشيء وارجع لك. فاديتك مساحه من الوقت لحد ما تخلص المهمه بتاعتك. طب ارجع كده للكود تاني اللي هو زي ايه؟ في بعض المهام بتاخد وقت. انا ناديت على الداتابيس عايز اجيب منها داتا، الداتا دي هتاخد وقت، بدي وعد للكود بتاع الجافا سكريبت ان بعد اذنك كمل في الاكسكيوشن والتنفيذ بتاع الكود اللي بعد كده، وانا على فكرة هرجع لك تاني وانفذ لك الكود اللي موجود فوق لما يطلع منه نتيجة. بس كمل يا معلم دلوقتي في الكود، كمل في الاكسكيوشن بتاع الكود،
ما تستناش ان الداتا ترجع من الداتابيز، لا كمل الكود والاكسكيوشن بتاعك لحد ما الداتا ترجع. فانا اديته وعد، اديته برومايز. ده اللي بقى معروف في الجافا سكريبت او في التحديث السادس بحاجه اسمها سينك واويت. حد يعرف يعني ايه سينك واويت كده؟ يقول لنا لمحه حتى بسيطه 10 ثواني ولا حاجه. تعرف يعني ايه سينك واويت او برومايز يا مان؟ هي يا باشمهندس بنستخدمها في ال API لما نيجي مثلا نفتش API، ان احنا بنقول له ان انت يعني لما ما تعملش اي فتش، يعني اعمل فتش تمام async، بس انتظر await، انتظر اللي هو ال URL اللي انا قلت له اعمل له فتش او كده. فانت ما تعملش العملية دي الا لما تلاقي ريسبونس او كده. مظبوط جدا، شاطر يا محمد، مظبوط. اتفضل يا محمد، عايز تتكلم؟ هي حاجة أعم شوية من الكول اي بي اي، بستخدمها في اي اسynchronous بروسيس. يعني مثلا لما نبدا في رياكت وناخد حاجه اسمها اليوز افكت، اي حاجه بتحصل بتبقى سايد افكتس ممكن نستخدم فيها الاسync اويت. طبعا الاسync اويت هي تطور لشكل البروميس. مظبوط كده، ان شاء الله عليك يا محمد. فزي ما قلنا، هي فكرة الاسينكرويد من أفضل المميزات اللي اتضافت في التحديثات بتاعة الجافا سكريبت. تحديث زي السكيما سكريبت 6 ضاف لي مميزات كتيرة جدا، كمان عمل لي حاجة اسمها الارو فانكشن، ضاف لي حاجات كتيرة جدا في طريقة كتابة الكود، سهلت علي أنا كمبرمج، سواء أسامة أو مها أو محمد أو عبد الرحمن أو أحمد أو أي حد فينا، إن هو يكتب الكود بتاع الجافا سكريبت بشكل سريع. ما بقاش فكرة التعقيد في طريقة كتابة الكود. ضاف لنا طرق جديدة لتعريف المتغيرات الفاريبلز، بدل ما كانت var بقى في let وفي const وهكذا. فضاف لي شوية مميزات مميزة جدا 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 للجافا سكريبت، ويعتبر اتبنى عليها كل الجافا سكريبت الحديثة إلى وقتنا هذا. ده بقى في 2015. ايه اللي حصل في 2016؟ 2016 انت بتتكلم بقالنا هو 10 سنين. والله طلع حاجة اسمها نيكست جي اس. نيكست جي اس ده اللي هياخدنا للمرحلة بتاعة المقارنة ما بين اللايبراري والفريم ورك. حد يعرف يعني ايه نيكست جي اس يا شباب؟ اتفضل. نيكست جي اس هو فريم ورك برضو لليوزر انترفيسز، بس في حاجات بيلت ان. فهو مش زي رياكت بيخليك انت المتحكم الكامل في اللايبريز اللي انت هتستخدمها، سواء لليو اي او الراوتينج او الفاليديشن، سواء للتعامل مع الفورم او اي حاجه. هو في كل الحاجات دي بيلت ان وانت بتستخدمها. هو يعني مش بيفرض عليك، بس هو مبني على رياكت عموما يعني. مظبوط جدا. فهو النيكست جي اس ده هو الفريم ورك مبني على الرياكت، عشان برضو ابني اليوزر انترفيس، وكمان اقدر ابني فيه باك اند بشكل كويس. اتفضلي يا مها، عايزه تزودي حاجه؟ هو طبعا زي ما قال زميلي ان هي فريم ورك يعني لرياكت او كده، بس هي حلت مشاكل كتير، منهم الراوتينج والسيرفر سايد ريندرينج وكمان السيو SEO. مظبوط، شاطرة يا مها، ما شاء الله عليكي، بتقولي معلومات متقدمة. وشكرا ليك يا محمد برضه اللي انت عرفت يعني ايه نيكست جي اس. تعالوا كده نرمي مثال بسيط، ونقول مثال بسيط يفرق لنا ما بين النيكست جي اس وما بين اللايبراري، او خلينا نقول بشكل اعمق اكتر ما بين اللايبراري وما بين الفريم ورك، بعيدا عن رياكت ونيكست جي اس دلوقتي. ربنا رزق محمد ب1,000,000 دولار، ما شاء الله، ربنا يزيدك يا محمد. فمحمد عايز يستثمر الفلوس دي ويعمل مشروع معين. طب الفلوس دي لو انا عايز ادخلها في مشروع، مثلا عايز اصنع اي حاجة، مثلا عايز اصنع بسكوت يعني، انا عايز اشتري مكان اصنع فيه الحاجة دي، عايز اشتري مصنع. طب المصنع ده اللي انا عايز اشتريه عندي طريقين. الطريق الاول ان محمد يروح يشتري مصنع في الانفراستراكشر او البنية التحتية جاهزة، يعني مكان مبني مظبوط، في مثلا انترنت، في كهرباء، في ميه،
في الرومز بتاع اماكن التشغيل او اماكن الماشينز، في اماكن الماشينز جاهزه، في المكاتب، في الحاجات اللي زي دي. ايه الحاجات الاساسيه اللي في الموقع؟ محمد بعد ما هيشتري الموقع ده او بعد ما هيشتري المصنع ده هيبقى عليه مسؤوليه اتخاذ القرارات في تشغيل المصنع. ايه القرارات اللي محمد هياخدها؟ ان هو والله انا هشوف انهي ماشينز افضل للمصنع بتاعي. مثلا انا هشتري ياباني ولا هشتري صيني ولا هشتري امريكي، وهشتري جديد ولا هشتري مستعمل. طب انا هروح عايز اعمل هايرنج لناس هيبتدوا يشتغلوا على الماشينز دي. طب انا اجيب ناس من مصر ولا اجيب ناس من بره ولا اجيب ناس يعلموهم ولا اعمل منتورشيب للناس دي ولا اديهم كورسات؟ طب اقعد فتره قد ايه؟ كل حاجه محمد هيعملها عشان يشغل المصنع بياخد ديسيجنز وقرارات. ممكن القرارات دي تطلع صح ويطلع الموقع بتاعه كويس، وممكن تطلع غلط، لكن في الحالتين ان القرارات دي هتاخد ايه؟ هتاخد وقت. يعني محمد هيشتري النهارده المصنع بس عشان يشغله ويطلع منتجات مثلا او منتج زي البسكوت معاه شهر شهرين ثلاثه. ايا كانت المده فهي مده، هي فتره ما بين الشراء وما بين التشغيل، ما بين اللي انا اشتريت المصنع وطلعت برودكشن. طب محمد مش عايز كده، محمد عايز يريح دماغه، هيعمل ايه؟ هروح لمصنع نفس التقسيمه بالظبط بس فيه الماشينز وفي الاماكن بتاعت خطوط الانتاج وفي المواد الخام وفي الناس اللي هيشتغلوا على الماشينز وفي كل حاجه. محمد اشترى النهارده، هيشغل النهارده، هيطلع برودكشن النهارده. فمحمد في الحاله الاولى هو تعامل مع لايبراري، تعامل مع انفراستراكشر او بنيه تحتيه اساسيه، الستاندرد بتاع طريقه كتابه الكود، اداك البنيه بتاعه الكود، الارشيتكت بتاعه الكود. تمام. في المثال التاني هو اداك حاجه مباشره تشتغل بيها وتطلع برودكشن اللي هي ايه؟ اللي هي الفريم ورك. يعني في الحالتين الفريم ورك واللايبراري هم حاجه واحده، ولكن واحد انت بتاخد ديسيجنز وقرارات عشان تبني على اساسها وتبني وتطلع برودكشن، والتاني بيديك الحاجات الاساسيه والزياده كمان شويه عشان تطلع برودكشن من اول يوم. مثال على كده في البرمجه ان الرياكت هي لايبراري وان النكست جي اس هي فريم ورك. حد عنده مشكله في فهم اللايبراري والفريم ورك بعد المثال ده يا شباب؟ انا هبتدي اسال عشوائي على فكره. معلش ايه يا باشمهندس قول. حد عنده مشكله في فهم اللايبراري والفريم ورك بعد المثال ده؟ لا لا تمام. تمام جدا. انا هختار حد عشوائي واقول له ايه الفرق ما بين اللايبراري والفريم ورك. ماشي. مها فايز، معايا يا مها؟ مريم هشام، أيوة معاك. اتفضلي يا السلام عليكم. اللايبرري بتعمل حاجة واحدة، أما الفريم ورك بتديك بيئة متكاملة إنه تطلع برودكشن من أول يوم. يعني عشان أعمل برودكشن من أول يوم هضطر أعمل يكون عندي كم لايبرري مع بعض، لكن الفريم ورك بيسهل علي الحاجة دي. مظبوط جدا. في اي حد عايز يضيف حاجة تانية يا شباب؟ لو مريم معانا ممكن تتكلم. تمام يا شباب. فعندي حاجة زي الرياكت انا لازم اخد ديسيجنز عشان اقدر اطلعها برودكشن. زي ايه؟ اللي انا هضيف راوتنج اللي هو ايه؟ عارفين سلاش كذا، مثلا فيسبوك سلاش اباوت، فيسبوك سلاش بروفايل، فيسبوك سلاش جروبس، سلاش كذا دي بتوديني لصفحة تانية داخل الموقع، ده اسمه راوتنج. الراوتنج ده مش موجود بيلت ان في الرياكت، فانا بحمل له مكتبة خارجية عشان تهندل الجزء ده. حاجة زي السي او السيرش انجن اوبتمايزيشن مش موجود في الرياكت، فانا بحمل له حاجة تهندل ده. وهكذا بقى، يعني حاجات لا تعد ولا تحصى من القرارات اللي انا باخدها. ماشي. طب ده الرياكت. النكست جي اس لا، جاي لك براوتنج خاص بيه، مبني موجود فيه، سي او مبني فيه، كمان تقدر تعمل انتجريشن ما بينه وما بين الباك اند، تقدر تبني داتابيز او داتابيز سكيما جوه البروجكت بتاع النكست جي اس، تقدر تبني اي بي ايز جوه النكست جي اس. فهو بيديك بيئه متكامله ان انت تطلع برودكشن انت والتيم بتاعك بشكل سريع. تمام يا شباب؟
ده كان في 2016. من 2016 لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي هذا اللي احنا بنتعامل بيه. يعني النكست جي اس هو يعتبر توب تير، هو اكتر الفريم ورك اللي احنا بنتعامل معاه مع الويب. حتى ال LMM او اللارج لانجويجز موديل او اللي هي مبني عليها الاي اي شات بوت زي شات جي بي تي، كلود، جيميناي، الحاجات اللي زي دي مبنيه على ال LMM دي اللي هي اللارج لانجويجز موديلز. ماشي، مبنيه على ايه؟ اتعلمت ايه اكتر؟ على الاكواد بتاعه الرياكت وبتاعه النكست جي اس، مركزه اكتر على الحاجات اللي زي دي. يعتبر التوجه بتاعها اكتر اللي هي كتابه حاجات زي دي. فانت مهمتك دلوقتي مش كتابه الكود، هندسه الكود. ده اللي هنتعلمه مع بعض ان شاء الله في المنتورشيب. لحد اللحظه دي احنا فهمنا يعني ايه فرونت اند، فهمنا يعني ايه باك اند، فهمنا التطور بتاعهم، فهمنا ازاي ايه هو الرياكت، ايه هو النكست جي اس، وفهمنا اهميه الجافا سكريبت. لان انت لما بتكتب كود رياكت فانت بتكتبه جافا سكريبت، تكتب نيكست تكتب كود جافا سكريبت، في كود في الباك اند بالنود جي اس بتكتبه برضو بالجافا سكريبت. في حاجه تانية برضو ممكن نقولها اللي هو الاكسبريس جي اس. اكسبريس جي اس ده شباب فريم ورك مبني على النود جي اس عشان يطلع لك باك اند او عشان يبني لك باك اند. نفس فكره النكست جي اس في الفرونت. هو النكست جي اس فريم ورك مبني على الرياكت مبني على النود جي اس عشان يطلع لك يوزر انترفيس يو اي. ماشي، فده الفرونت اند والباك اند. احنا ان شاء الله في المنتورشيب هيبقى فيه جزء شرح، هيبقى فيه جزء منتور، انا بوجهك هتذاكر ايه ومنين، بديك مصادر اللي انت هتذاكر منها. بس الحاجه الزياده اللي احنا هنعملها ان هيكون في جزء شرح لايه بالظبط. هيكون معانا 22 تاسك كاملين للجافا سكريبت، من اول ازاي تتعامل مع الدوم لحد ازاي تتعامل مع الاي بي ايز، وكمان في النص كده هنتعلم ازاي نتعامل مع الاو بي. ده الجزء بتاع الشرح. في جزء تاني شرح هنتعامل مع الالجوريثم والداتا ستراكشرز. في ناس مننا في كليات ودرسوا الالجوريثم والداتا ستراكشرز، بس احنا درسناها كمصطلحات عامه، معرفناش ازاي نطبق الحاجات دي في الواقع بتاع الكود. يعني انا درسنا مثلا يعني ايه دي اف اس وبي اف اس، بس ما عرفناش ازاي الحاجات دي بتستعمل. عرفنا يعني ايه لينكد ليست، بس ما عرفناش ازاي نستخدمها في الويب. امتى نستخدم اري، امتى نستخدم لينكد ليست، امتى نستخدم هاش ماب او هاش تيبل في الداتا ستراكشرز. ما عرفناش يعني ايه سورتنج الجوريزم، سيرشنج الجوريزم. ما عرفناش يعني ايه هو الباينري سيرش، يعني ايه بيج انوتيشن اصلا، ازاي احسب التعقيد او احسب سرعه الكود بتاعي يبقى عامل ازاي. افهم كل ده ازاي ان شاء الله هيكون مع بعض، هندرسه سوا مع بعض بشرح كامل، شرح لايف ومسجل كمان خلال المنتورشيب. دي الجزء التاني هنشرح مع بعض ان شاء الله بشكل كامل الاو او بي، الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، وهنطبقها بالجافا سكريبت وبالتايب سكريبت، وهنطبقها كمان على النكست جي اس. ده للاو او بي. هنفهم كمان السوليد برنسبل والديزاين باترن، كل ما يخص السوليد برنسبل والديزاين باترن وربطهم بالفرونت اند والباك اند، وازاي تديزاين سيستم بشكل كبير او سكيلابل او يقدر يتعمق او بعد كده يكبر مع الوقت. ده هنتعلمه سوا مع بعض. كمان هناخد مع بعض تحضيرات للانترفيوز، يعني اي حد عايز يطلع من المنتورشيب يشتغل، انت هتتحضر ان انت هيكون معاك اكتر من 470 سؤال باجابات كاملة للمجال بتاعنا ان شاء الله. ده خلال المنتورشيب. في تيب وتريك تانية، هي ان احنا مش مشكلتنا في المصادر. يعني احنا قلنا ايه الجزء اللي احنا شرحته، ايه الجزء اللي هنمنتور عليه، الجزء الخاص بالويب والجزء الخاص بالنكست جي اس وهكذا، يعني اللي هي التكنولوجيز يعني. طب هل مشكلتنا في المصادر؟ غالبا لو هسأل اي حد فيكم هيقول لنا لا. ليه؟ عندك كورسات على اليوتيوب، عندك كورسات على يوديمي، عندك كورسات على كورسيرا، عندك كورسات في كل مكان. المشكلة مش في الكورسات، المشكلة انت تذاكر ايه ومنين وكمية قد ايه وتذاكر انهي دروس وامتى. دي المشكلة بتاعتنا. طب حاجة زي دي هنديلها ازاي؟ هنركز على فكرة الدوكيومنتيشن. يعني ايه دوكيومنتيشن؟ يعني the layer 1
او ذا ستيب 1 اللي انت هتاخدها في المذاكره خلال المنتورشيب مش هتروح للفيديوهات، امال هتروح لايه؟ للكتب والدوكيومنتيشن، سواء نشرحها سوا مع بعض او اوجهك عليها تذاكرها، وبعد كده لما نيجي في السيشن اللي بعدها هبتدي اراجع عليك وابتدي احصى عليك اللي انت ذاكرته واسالك فيه، اعمل لك فيه امتحانات وهكذا. طب تعالى كده بس نتكلم، يعني احنا كلنا عندنا سوشيال ميديا، عندنا فيسبوك، عندنا انستجرام، عندنا تيك توك، عندنا الحاجات اللي زي دي. ده من 10 سنين و15 سنة ما كانش موجود. يعني مدى التركيز بتاعك كان ممكن تركز بالنص مثلا بالاربع ساعات وبالخمس ساعات والست ساعات، الجلسة الواحدة في التركيز ممكن تعدي النص ساعة. دلوقتي انت مش هقول لك مذاكرة، انت ممكن يبقى عندك مشكلة اللي انت تسمع فيلم او تسمع مسلسل، محتوى اللي هو لونج فيديو او لونج كونتنت بقى صعب عليك ان انت تعمله. ما ينفعش كل شويه تلوم نفسك، لا انت بتحاول تهندل ده. طب هتهندله ازاي؟ تروح للدوكيومنتيشن، تبعد عن المشتتات اللي في الفيديوهات. يعني مثلا افضل محتوى لدراسه الويب فاندمنتالز او اساسيات الويب اللي هم ايه؟ HTML CSS جافا سكريبت، التلات حاجات دول افضل محتوى من وجهه نظري سواء عربي او اجنبي. الزيرو ويب سكول، باشمهندس اسامه الزيرو ما شاء الله عليه ربنا يكرمه، يعني افضل محتوى ممكن. بس في كتير مش بيرضوا يروحوا يذاكروا من هناك بسبب ايه؟ ان اول ما بيبداوا في الكورس درس والتاني والتالت ويملوا ما يكملوش. طب حاجه زي دي هندلها ازاي؟ في ريسورسز فايلز هبعتها لك هتبتدي تذاكر منها الكورسات دي. يعني مثلا قلت لك انا عايزك تذاكر النهارده او الاسبوع ده لحد السيشن الجايه هتذاكر الجزء بتاع ال HTML، مش هقول لك روح ذاكره من الكورس بتاع الزيرو، لا هديك ملف اقول لك ذاكره من خلال الملف ده. الملف ده هيكون فيه الكورس كامل، شرح عربي، شرح مصري، شرح بأمثلة في كل صغيرة وكبيرة. طب هل ال HTML بس؟ لا، HTML CSS جافا سكريبت كاملين بالدروس بتاعتهم. مثلا قلت لك يا مها انا النهارده عايزك تذاكري مثلا من الدرس رقم 1 لحد الدرس رقم 17، وصلتي عند الفاريبلز ومش قادرة تفهمي الجزء ده بيتكلم عن ايه، هتاخدي الرقم بتاع الدرس ده وهتذاكريه من الكورس الفيديوهات اللي هو الموجود على اليوتيوب. بس ستيب 1 ايه يا مها؟ اللي انت هتذاكري من الدوكيومنتيشن. هتذاكري من ايه يا مها؟ من documentation يا باشمهندس. عشان مرحلة زي دي هتخليك تعملي سبرنت. انا دلوقتي بدل ما هخلص كورس الجافا سكريبت في سنة، انا ممكن اخلصه في شهر واخلصه فعلا وانا فاهماه، وانا عندي قدرة كويسة للاستيعاب يا محمد، وانا عندي قدرة كويسة للاستيعاب يا احمد، عندي قدرة اللي انا استوعب كمية كبيرة وكونتنت كبير في وقت قليل. ده بس لا، هيبقى عليه تطبيق بشكل عملي. يعني ايه؟ كلنا عارفين فكرة البروبلم سولفنج، عارفين البروبلم سولفنج، بس فكرة البروبلم سولفنج في المواقع مثلا زي ليد كود وهكذا والمواقع اللي زي دي كويس وممتاز، بس مش ده اللي بيبقى في الواقع. يعني ايه مش ده اللي بيبقى في الواقع؟ انا مش هاجي اقول لك تعالى اعمل لي مثلا مسألة تقول لي فيها ايه الفرق ما بين الفانكشن السايكرونايز والاي سايكرونايز، مش هقول لك كده. بس هاجي اقول لك مثلا اعمل لي انت موظف في شركة، هقول لك بعد اذنك اعمل لي ويب اب او ويب ابلكيشن او صفحة بتجيب لي الداتا من الداتا اللي متخزنة عندنا وتعرض لي المنتجات. حاجة زي دي هتعمل فيها ايه؟ هتبتدي تستعمل فيها الفانكشن، هستخدم فيها الهاي اوردر فانكشن اللي موجودة، هتوزع الداتا بطريقة معينة، هتعمل فاريبلز. استخدمت سينتاكس بشكل كبير بس عن طريق ايه؟ عن طريق فهمك للبريف بتاع التاسك بتاعك. فده اللي احنا مركزين عليه، اللي هو ايه؟ مديك 22 تاسك مركز لك فيهم في الجافا سكريبت. هقول لك انت هتذاكر من الدوكيومنتيشن اللي انا بعته لك كمان، هتذاكر من درس كذا للدرس كذا، وهبتدي تطبق عليهم الدرس الفلاني او الحاجه الفلانيه دي، اللي هو مثلا كريت اسمبل ويب بيج، هتعمل 1 2 3. طب عايز ستيب تانية تسهل لي ايه اللي المفروض يطلب مني؟ انا هعمل لك منصه كامله فيها ال 22 تاسك دول محلولين بالاكواد بتاعهم. بس مش عايزك فكره ان انت تروح تنقل الكود، يعني احنا مش في ابتدائي، انا مش هاجي اقول لك انت حليت الكود صح او غلط، ده انا عايزك تجيلي بالاسبوع اللي جاي حالل الكود غلط وتسالني انا حليته ليه غلط، نتناقش انا وانت نفهم ايه المشكله اللي انت اتعرضت لها، ايه الحاجه اللي وقفت معاك، نحاول نهندل ده سوا مع بعض. بعد ما هنخلص او نوصل لمرحله معينه في دراسه الجافا سكريبت والاساسيات، هنبتدي نروح للي احنا متارجتينه اكتر،
نبتدي نروح للكمبيوتر ساينس، الالجوريزم، الداتا ستراكشر، الاو او بي، الديزاين باترن، السوليد برنسبل، الحاجات اللي زي دي هو ده الاساس. نربط ده باليو اي، بالفيجما، ازاي نتعامل مع الفيجما، ازاي ناخد الديزاينز اللي موجوده هناك، ازاي ندخل الاي اي فيها، ازاي نكتب برومبت اصلا، ازاي نفهم سيستم ديزاين، ازاي نديزاين السيستم ديزاين، ازاي نفهم يعني ايه ديجرامز او رسومات ابتدائيه. انا اديت لي مها تاسك معين، قلت لها انا عايز اعمل ويب سايت 1 2 3، انا لو خدت الكلام ده كوبي بيست ورحت اديته للاي اي هيعمل لي الموقع، بس اكيد هيبقى فيه اخطاء كتير. ايه الطريقه اللي بيعملها السوفت وير انجينير؟ بياخد الحاجه دي بيحللها، بيطلع منها رسومات اسمها ديجرامز. الديجرامز دي بيمشي عليها بخطوات ثابته، بيبني بيها الداتابيز، يبني بيها اي بي ايز، بعد كده يكمل يمبلمنت الاي بي ايز دي ك فرونت اند وكباك اند، قبليهم بيعمل تيستنج كفيجما يشوف الديزاين عامل ازاي. فكل ده احنا هنمشي عليه ان شاء الله. لحد اللحظه دي يا شباب احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا الحمد لله. هبتدي اقول لكم التاسك بتاع الاسبوع ده، واللي هيحلوا معانا ان شاء الله باقي زمايلنا كلنا باذن الله. بس المرحله دي او الوقت ده لوقت الاسئله، في اي حد عنده اسئله يا شباب انا معاكم قبل ما اقول التاسك بتاع الاسبوع ده. أنا عندي سؤال، اتفضلي يا مان. لكن هو ما في الحاجز ده، في كان ذكرت إنه لقدام ما حنحتاج، يعني الإنسان ما حيكون محتاج يتعمق شديد في التكنولوجي، ولا يكون يو اي بس، ولا يكون بزنس بس. تكلمت عن الانترسكشن ما بين الثلاث مجالات. يلا هل كان قصدك المجال بتاع البرودكت مانجمنت؟ تعمقك اللي اقول لك ايه اللي هو ان انت تدخلي تدرسي كل صغيره وكبيره في نيكس جي اس، ده ما بقاش مطلوب منك دلوقتي. هو مطلوب منك ايه؟ تعرفي ان في حاجه موجوده معينه اقدر استخدمها تهندل لي الجزء ده، هديها للاي اي هيعمل. فانت مش مهمتك ان انت تعرفي ملمه بالتكنولوجي بشكل كبير، تكوني بس عارفه ان الحاجه دي موجوده، فتعرفي تهندلي فيها الاي اي توجهيه صح ان هو يستخدمها. الاي اي ممكن يكتب لك كود تحلي مساله، يعني مثلا هقول لك كده مثال ياما عشان نفهم الفرق ما بين دراستك لتكنولوجي وما بين دراستك للكمبيوتر ساينس وازاي تربطي ما بينهم. لو انا اديتك كود او اديتك تاسك قلت لك احنا عندنا مثلا مليون او بلاش مليون 4 مليار اسم، تمام يا مها سامعني؟ وعايزك تجيبي تمام. اسم معين في ال4 مليار بني ادم دول. ال4 مليون بني ادم دول للاسف الشخص اللي انت هتدوري عليه هو اخر واحد في الليسته، اخر واحد في الليسته في الطابور ده. في الطبيعي هتعملي ايه؟ هتسالي اول واحد انت فلان الفلاني، هيقول لك لا. طب انت فلان الفلاني، هيقول لك لا. انت فلان الفلاني، هيقول لك لا. هتعملي كام عمليه لحد ما توصلي لاخر واحد؟ تعملي 4 مليار عمليه، 4 مليار بروسيسنج لتاسك واحد. انت هتوصلي لحد بس بعد وقت كبير جدا. دراستك للالجوريزم مثلا في حاجه زي الباينري سيرش تفهمي بتتعمل ازاي، هتقللي عدد الخطوات دي لعدد انت مش هتتخيليه. مثلا لو قلت لك انت هتعملي 4 مليار عمليه لو انت مش عارفه كمبيوتر ساينس او مش عارفه يعني ايه الجوريزم، لو بالباينري سيرش انت متوقعه العدد ده هيقل لكام عمليه يا مها؟ قولي رقم مثلا. باللوغاريتم 2 أو 3 حاجة كده. يعني مثلا قولي رقم، انا بيبدأ 4 مليار مثلا، قولي رقم ممكن يقل لكام؟ أقل من النص هيكون يعني 2 مليار. كبير. انا قللت، يعني انا استخدمت الالجوريزم عشان اقلل من 4 مليار ل 2 مليار. هو حاجه كويسه، بس لا، حابب افاجئك اللي انت باستخدامك لفهمك للالجوريزم قدرت تقللي ال 4 مليار عمليه هتخليها 32 عمليه بس. فده قوه ان انت تكوني فاهمه بيزكس او فاهمه كمبيوتر ساينس بشكل كويس. طريقه كتابه للكود، كواليتي اوف ذا كود. انا مش عايزك تتعمقي في تكنولوجي، التكنولوجي دي كل يوم بيحصل لها ابديت، احنا عايزين نفهم الدنيا فيها تكون ماشيه ازاي. بس التعمق هيكون في الكمبيوتر ساينس عشان ده اللي هتقدري من خلاله تعملي سويتش لاي حاجه في المستقبل. والله طلع بكره حاجه اسمها مختلفه عن النكس جي اس هتقدري تروحي لها برضه. حاجه طلعت مختلفه عن النود جي اس هتقدري برضه تروحي لها وتطبقي نفس الكونسبت هي.
فانا بحاول ابني المايند سيت بتاعت السوفت وير انجينير، واللي انت تكون برودكت برضه انجينير، اللي انت تكوني عارفه تبني البرودكت من اول الفكره لحد الديزاين لحد اليو اي لحد الفيجما، تطلعي ده وتهندليه كباك اند وتهندليه كفرونت اند، وتطلعي ببرودكت فعلا محترم سكالبل. فده لو ده اللي انت عايزاه هو ده اللي هيبقى موجود ان شاء الله في المنتورشيب. طيب يلا سؤالي كان تحديدا هل لازم يعني إنه الإنسان يتبع السلم الهرمي بتاع الوظيفة، إنه جونيور بعدها سينيور بعدها حتى بعد ذاك أبقى برودكت انجينير؟ لأنه كنت بشوف في إعلانات مثلا في أوروبا، إعلانات الوظائف مرات الرول بتكون مفتوحة لناس عندهم ماستر بتاع MBA، أصلا ما بيكونوا تك باك جراوند، لكن بياخدوا الرول بتاعة البرودكت انجينير مع يكون بس عندهم باك جراوند من شوية من اليو اي واليو اكس على شوية من التك. فكره فكنت أعرف هل فكره ان انت تكوني كنت برودكت أعرف هل انجينير. برودكت انجينير كمصطلح مش قصدي فيه التسلسل الوظيفي، او اللي هو جونيور ميد ليفل سينيور برودكت انجينير سينيور، الحاجات اللي زي دي لا. برودكت انجينير من اللي انا اقصدها اللي انت يبقى عندك المايند سيت بتاع البرودكت انجينير، اللي انت تبقى شايف الحوار بشكل اوسع. ايه اللي كان المعوقات للجونيور مثلا في البدايه؟ ان هو كان يعتبر الاكسكيوشن تول بتاعت السينيور. انت دخلت شركه، فانا بدي المها كجونيور بديها تاسكات يعتبر ريبيتيتيف قوي او متكرره جدا، هي مجرد بتنفذ لي الكود المتكرر اللي انا عايزه. ابتديتي تكبري شويه وتفهمي اكتر، فابتديتي تكتبي بروجكت بشكل كويس، بقيتي ميد ليفل. فكره ان انت تهندسي ويب سايت كامل وتفهمي الدنيا فيه عامله ازاي وكذا، فبقيتي سينيور، بقيتي تفهمي حل مشكلات كبيرة. الحاجات اللي زي دي احنا بنحاول نتعرض لها بشكل مبدئي من دلوقتي عشان نعرف اكسكيوت، نخلي الاي اي نفسه هو اللي اكسكيوت الكود. يعني احنا بدلنا فكرة الجونيور دلوقتي، يعني سنة سنتين المصطلحات دي هتتغير. يعني احنا في مرحلة حرفيا كل حاجة فيها في المصطلحات وفي الأسماء الوظيفية وفي التدرج الوظيفي كله بيتغير. احنا فعلا بدأنا مرحلة جديدة خالص يا مان، مش زمان كان ميز زمان. أو آخر سؤال، هل ممكن as a junior لو مثلا يعني يعني أدخل في الرول بتاعة البرودكت مانجمنت أو انجينير بدون ما يعني أتبع السلم الهرمي، صح؟ انت اول ما هتتوظفي هتكوني جونيور بس بالمايند سيت بتاعت البرودكت انجينير، فانت هتتوظفي كليبل جونيور، بس هتكوني فاهمة. يعني مثلا لو هنرجع لخمس ست سنين انت لا، هيبقى خبرتك اكبر بكتير من جونيور من 5 سنين من 6 سنين، وده اللي السوق عايزه أوكي. دلوقتي. تمام، شكرا كثير، يعطيك العافية، جزاك الله خير. شكرا لله. في اي حد عنده اي اسئلة تانية يا شباب؟ ويا ريت اتمنى اكون استفدتوا من المحاضرة يعني. لو في اي حد عنده كومنت او اي حاجة محتاج يقولها على المحاضرة يتفضل برضه. اتفضلي يا مام. طبعا شكرا لوقت حضرتك ومجهودك يا باشمهندس. عندي سؤال. أنا صراحة دي أول مرة أدخل مع حضرتك ميتنج، يعني سبحان الله بالصدفة كده دخلت. أنا لما قريت برودكت انجينير أنا حسيت اللي هو أول مرة أشوف المصطلح ده، يعني ما فهمتش حتى هو إيه، فكنت عايزة حضرتك يعني تفسر أكتر. وحاجة تانية، أنا لما دخلت يعني ما فهمتش هل الصراحة ده يعني كورس مدفوع ولا ده كده يعني فاهمني، مش عارفة تفاصيل الموضوع أصلا، أنا دخلت كده بالصدفة، ماشي يا فممكن تفاصيل. ماشي. حتة إن البرودكت انجينير كمصطلح مش التدرج الوظيفي اللي أنا أقصده، ولكن إن أنت تكون ملم بكل الجوانب بتاعة صناعة السوفت وير من بداية الفكرة لحد الهندسة بتاعتها، لحد السيستم ديزاين بتاعها، لحد إن أنت تبقى عارف تنشئ فيجما ديزاين، لحد إن أنت تبقى فاهم تبني فرونت إند وباك إند وتطلع ببروجكت كويس، فبتطلع ببرودكت تمام. فدي الفكرة بتاعة تمام. المنتورشيب دي أول جزئية. طب تاني جزئية، المنتورشيب مدفوعة طبعا مدفوعة. في مهم. طريقتين ليها، يعني يا إما برايفت اللي هو أسامة ومها فقط، أو أسامة وأحمد فقط، أو أسامة ومروان فقط، أو جروبس اللي احنا فيها دلوقتي. الجروبس دي يا شباب اللي هو هيبقى تكلفتها أقل بكتير. انت موجودة في الجروب بتاع ال Ultimate Product Engineer ولا لأ؟
لا، أنا بس في جروب اللي هو المنتور شيب ده، تمام. بص يا شباب، منتور شيب 01. ماشي، انا هنشر اللينك بتاع الجروب في المنتور شيب واحد، وهقول لكم اللي هو يعني التيم اللي معايا ان شاء الله هيتواصل مع كل واحد فيكم، سواء زينب او هلة، بإذن الله، يعني عن التكلفة اللي هي سعر التكلفة، وتدفعوا قد إيه ومدة قد إيه وهكذا. عموما إحنا المنتورشيب بتاعتنا بتكون 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، على حسب المستوى بتاع كل شخص. مثلا مها وأحمد ومحمود وكذا وكذا وكذا، هما دول هيقدروا يكونوا 3 شهور، فدول هيتجمعوا في جروب. فلان وفلان وفلان محتاجين 6 شهور، فدول هيبقوا في جروب. فلان وفلان وفلان محتاجين سنة، فدول هيبقوا في جروب. كمحتوى وكعدد محاضرات كل أسبوع، وككمية، يعني الكمية اللي أنت بتاخديها. واحد لسه بادئ المجال، لسه مش عارف يعني إيه HTML، مش هياخد نفس الكمية اللي بتاخدها مها. مها مثلا بقالها كذا سنة أو فاهمة في المجال، فهتاخد كمية أكتر، فلازم تبقى نفس الطبيعة بتاعت الجروبس اللي معاك. فأنا بعتلكوا دلوقتي رقم الواتساب بتاعي على اللي هو واتساب بيزنس. أي حد مش موجود في الجروب يبعتلي على الرقم ده، هبعتله لينك الجروب. اللي موجود في أي جروب من الجروبات التانية هبعت برضه لينك الجروب Ultimate Product Engineer. معانا أهلة ومعانا زينب هيتواصلوا معاكم، أو لو انتوا هتلاقوهم في الجروب، يعني هم نشروا قبل كده. تواصلوا معاهم، هتعرفوا سعر التكلفة وسعر كل حاجة. تمام يا مها؟ تمام. طيب لو مثلا أنا يعني مثلا في الفترة دي باخد كورس معين، فخايفة ان انا يعني ما بقاش متاحة لموضوع المنتورشيب، ممكن مثلا لما اخلص ساعتها اتواصل مع حضرتك واشوف يمكن يكون في ناس هتبقى معايا سواء برايفت او في جروب. أكيد مفيش مشكلة، بس أنا عايز أوضح لك حاجة معينة. إن إحنا مش مم. بنبني، أو مش إحنا ككل يعني، بس عايز أوضح لمها نقطة. اللي انت ما تبنيش انا بذاكر مثلا ماكسيموم 10 ساعات او 5 ساعات في اليوم، احسبيها بالمينيموم يا مها. يعني مثلا انا في اسوأ الظروف اللي ممكنة اللي انا هذاكر فيها خلال اليوم، هذاكر نص ساعة، هذاكر ساعة. فهعمل باكج كده اللي انا خلال الاسبوع هذاكر مثلا 8 ساعات او 7 ساعات. ده في اسوأ ظروف ممكن. قدرت ازود عن العدد ده هيبقى كويس، هيبقى دافع عليا. فانت ابنيها بالمنظور ده. انا هذاكر مثلا النهارده نص ساعه في كذا وكذا وكذا، بكره انا هذاكر نص ساعه في كذا وكذا وكذا وهكذا. طب المنتور شيب هتكون مدتها هتعاند مع اي حد عنده كليه او كورس او شغل؟ اعتقد لا. ليه لا؟ لان هي هتبقى سيشن كل اسبوع، وهتكون في حدود نص ساعه لساعه، فمش الرقم الكبير. ممكن لما ندخل في جروبس يبقى في امكانيه ان احنا ندخل اكتر من سيشن في الاسبوع، فنخلصها في شكل اسرع. تمام. بس عموما مش هيبقى في مشكلة مع أغلب الطلبة إن شاء الله. تمام. ان شاء الله. تمام. شكرا لحضرتك. شكرا نعمة. أستأذنك يا هلة أو زينب، ابعتوا لينك الجروب بتاع الألتيميت برودكت انجينير هنا على الشات، عشان برضو باقي زمايلكم لو في حد مش موجود فيه يدخل. تمام يا باشمهندس. تمام جدا. ماشي. نبتدي نقول التاسك بتاع الأسبوع ده إن شاء الله. للجميع هيكون مراجعة للملف بتاع ال HTML اللي أنا هبعته إن شاء الله، وأول 100 صفحة من ال CSS. من السيشن الجاي إن شاء الله هنبتدي ندخل في الجافا سكريبت، وده الأهم. هنبتدي نتعامل مع اللوجيك عشان عايزكم تتعاملوا مع اللوجيك بشكل كبير، وبعد كده هنبتدي ندخل في الألجوريزم والكمبيوتر ساينس بشكل كبير، ونبتدي نعمل بقى مشاريع من أصغر لأكبر، سواء بقى فرونت إند باك إند، مشاريع فيجما، مشاريع حاجات زي كده، نيكست جي اس، وندخل في حاجات الساس، ندخل بتعمق شوية في الباك إند. فده التتابع بتاعنا. فالأسبوع ده إن شاء الله للجميع هيكون HTML كامل، CSS أول 100 صفحة. في حد يقدر يذاكر أكتر من كده هيذاكر من 1 ل17 في الملف بتاع الجافا سكريبت، وهيعمل التاسك رقم 1. التاسكات دي أكواد هتترفع هتترفع على جيت هاب، وهتتبعت على الجروب إن شاء الله. تمام يا شباب. السيشن بتاعتنا الجاية هتكون يوم إيه؟ هتكون زي النهاردة إن شاء الله، يوم الأحد الجاي، نفس الميعاد. تمام يا شباب.
تمام يا باشمهندس. تمام بإذن الله. والتيم هيتواصل معاكم لأي حد هيشترك بإذن الله عشان يكون معانا في المحاضرة الجاية. المحاضرة الأولى دي مجانية تماما للجميع، بداية من المحاضرة الجاية هي اللي هتكون مدفوعة. فبالتوفيق للجميع وأتمنى تكونوا استفدتوا، وربنا يوفقكم إن شاء الله يا شباب.